فريق بيخسر في الدوري وبيخسر في أفريقيا، ما أعلى قيمة تسويقية للاعبين، الأرقام كلها لصالحه، دايما بيعرف يستحوذ على المباراة وبيسيطر على الكورة، بس في الآخر بيخسر. طب المشكلة فين؟ هل في المدرب؟ هل في الإدارة؟ هل في اللاعبين؟ النهاردة هنفتح ملف المدرب ونشوف مشاكله إيه. أنا محمد ثعلب وأنت في دماغ ثعلب، يلا بينا نبدأ. عشان نفهم مدرب الأهلي لازم نعرف أنواع المدربين. المدربين نوعين: نوع بيذاكر، بيطلع الثغرات للمدرب اللي قدامه وبيلعب عليها، دايما بيفاجئ خصمه ودي من مميزاته، لكن فيها عيوب، ما بيبقاش فيه شكل للفريق، اللعيبة ما بتلحقش تحفظ. الطريقة التانية: مدرب عنده فلسفة، ما بيغيرش أي حاجة، عنده طريقة لعب ثابتة معروفة، اللعيبة حفظت وشربت طريقة لعبه. بس فيها مشكلة، إن المدرب اللي قدامه بيذاكره، لما بيكسر خطته المدرب بيعطل. طب مدرب الأهلي من أنهي مدرسة؟ تربي من أصحاب المدرسة التانية، تفكيره معروف وخطته معروفة. بيعمل إيه؟ بيضم الجناح لل18 والباك بيروح معاه، بيسيب مساحة بيخش فيها لاعب نص الملعب وبيبدأ يلعب الكورة بالعرض. دي الفكرة الرئيسية اللي تروب بيلعب عليها. المرحلة الجاية هقول لكم مشاكلها ايه. طبعا احنا قلنا ان المدربين بتحفظ طريقة اللعب وبتذاكر المدرب. بدأت تقفل على ديانج. ديانج لما بيتحرك بيبدأ لاعب نص الملعب يروح معاه. عايزين بقى نشوف اول ما تريزيجيه بيستلم الكورة بتلاقي كام لاعب جوه ال 18، قفلت المساحة على تريزيجيه. حتى لو بصيت لإمام، بصيت لأي حد، انت خليت المساحة صغيرة إن اللعيبة مش هتعرف تتصرف، ضغطت الفريق كله في مكان واحد، فأنت خليت اللعيبة مخنوقة مش قادرة تلعب، وده اللي بيحصل، بترجع تاني. فبالتالي أنت ما بتعملش غير هي فكرة واحدة بس. طبعا خطة تراب كلنا